مساء الفل والهنا على كل حبايبنا على شاشة القاهرة والناس. والنهاردة أسبوعكم نادي وأحلى أسبوع، بما إن إحنا بنبتدي أسبوع جديد فما فيش أحسن من إن إحنا نتكلم عن عيالنا اللي ربنا ما اداهوش، يا رب يديه ويسعده ويبقى عنده درية الدرية. اسبوعنا بقى عاوزه كل حبايبنا اللي بيكتبوا لنا على شريط الرسائل واللي بيكتبوا لنا على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، وكمان كل حبايبنا اللي بيكلمونا يشاركونا النهارده في موضوع الاطفال الجميل اللي احنا هنتكلم فيه. وهنعمل لهم كمان اكل حلو قوي خفافي كده كل العيال بتحبه. هنعمل النهارده الفراخ المقرمشه، هنعملها في البيت من غير مواد حافظه ومن غير اي حاجه، وتبقوا ضامنين ان انتوا عملتوها في البيت ومية مية وزي الفل وبمقادير سهله. هنجيب فرخه، سواء بقى فرخه سواء دبابيس اللي انتوا تحبوه. لو جبنا فرخه هنقطعها 8 فرخه، تتقطع 8 حتت، ومعاهم بقى شويه بهارات وفلفل اسود ورق لوري وملح وتوم وبصلايه مبشوره. ده دول اللي هنسوي بيهم الفرخه قبل ما نعمل لها الخلطه المقرمشه. ليه؟ لان الفراخ المقرمشه دي ما تستويش في الزيت بالخلطه بتاعتها ادام هنقليها في طاسه عاديه. تستوي امتى؟ في حلل الضغط، اللي هي بنقلي لو قليتي في حله من حلل الضغط وقفلت عليها تتحمر وتستوي في نفس الوقت. لكن زي غاليه كده وكل الستات معظمهم كده هتقلي في طاسه عاديه، يبقى لازم تسويها الاول، لان لو نزلت في الطاسه بالخلطه بتاعتها من بره هتبقى حمراء ومن جوه نيه، فلازم نسويها. هنسويها بورق لوري وملح وفلفل اسود وشويه بهارات وفص ثوم مدقوق وبصلايه. الخلطه بقى لا تتكمر، ما تحطيهاش في شوربه، هنكمرها. الخلطه بقى الاساسيه هتبقى دقيق ومعلقتين نشا ومعلقتين دقيق رز وملح وفلفل وبهارات وتوم باودر وبصل باودر وبيضه واحده وشويه دقيق ذره يكونوا خشنين شويه. اللي يقدر يحط حاجه غير الدقيق الذره ماشي مش مشكله، بس هو الدقيق الذره برده صحي وزي الفل. هنجيب حله حلوه كده، احنا مش هنسلق الفرخه، احنا هنكمرها. هنكمرها يعني هنسيبها تشرب ميتها. ادي الفرخه اهي بنقطعها 8، الورك 2 والصدر 2 والرقبه تطلع لوحدها 8 اهي، وتتغسل كويس وتتصفى. هنحط عليها بقى وهي بتستوي ايه؟ بصلايه مبشوره حلوه كده عشان ما يبقاش فيها اي ريحه زفاره، مبشوره. وهنحط معلقه توم حلوه برده كده تكون كبيره، وشويه ملح وفلفل، شويه بهارات، حتى كمان لحمها يتطعم، يبقى اللحم بتاعها متطعم، ما تبقاش الخلطه بس. ونروح ماسكينها كده اهو ونقلبها ببعضيها كده اهو. هي هتنزل ميتها، الفراخ دي هتنزل ميتها من غير اي ميه. هنولع عليها ونسيبها ونوطي، هتبك ميتها. لما تشرب ميتها هتلاقوها استوت، ما تحطولهاش ميه اهي. بصوا النار هتبقى كده، وهسيبها معايا عشان تشوفها هتبك ميه قد ايه. وهنغطيها اهو. هنعمل بقى الخلطه كده. هنحط، هقول لكم بقى الخلطه قلنا بسيطه قوي اهي. اللي بقى بيقول لي يا غاليه، واحده حبيبتنا على الفيسبوك بتقول لي يا غاليه انت بتتكلمي كتير وبترغي كتير وما بفهمش حاجه. اوعدك ان انا في كل مره هعيد المقادير ووصفه الاكله مرتين عشان ما تزعليش يا ست سعاد. نرجع من الفصل اعيد لك الاكل. هنجيب بقى بوله كبيره كده عشان نعمل الخلطه دي. الخلطه دي بعد ما نطبقها وبعدها نقسمها على 2. ادي توم باودر، وادي بصل باودر، وادي شويه بهارات، فلفل اسود، الملح، النشا، دقيق الرز، وادي الدقيق العادي. هنقلبهم بقى تقليبه حلوه عشان قبل ما نحط الميه ونخلط هناخد نصهم اهو. هناخد نصهم عشان هنطلع من الخلطه نرجع في دقيق عادي، فهناخد نصهم.
او على الاقل حبه منهم يكونوا حلوين كده، نضيفهم على الدقيق الذره عشان تبقى كمان الخلطه كلها متحيقه بره وجوه اهو. بعد كده بقى هنروح قاسمينهم 2. استاذ عصمت، يا مساء الجمال، يا مساء الفل، ازيك يا مساء الهنا يا استاذ عصمت. وحشني جدا 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 والله. ربنا يخليك. انا هقول حاجه، الكلام اللي انت بتقوليه والحاجات اللي بتجيبيها دي حاجات جميله جدا ويا ريت الناس تعمل بيها. والموضوع بتاع النهارده بتاع تربيه الاولاد وان الاولاد يعتمدوا على نفسهم ده موضوع جميل جدا عشان نعلم الناس ونعلم اولادنا ازاي يعتمدوا على نفسهم ونحطهم في المشكله وهم يحلوها، وإن ما قدروش يحلوها يبقى لنا احنا نحلها. يعني بمعنى ان الاطفال لازم يخشوا بنفسهم، والاطفال بتبدا من 6 سنين، في اولاد من عندها 6 سنين 7 سنين يا غاليه بيعتمدوا على نفسهم ويحلوا مشاكلهم بنفسهم، واحنا نبقى وراهم. لازم الاب والام يعلموا اولادهم ازاي يعتمدوا على نفسهم في لبسهم، في اكلهم، في شربهم، في دراستهم، في مذاكرتهم. فدي حاجه جميله ان انت بتعمليها. يعني يا استاذ عصمت، يعني مش كل حاجه كل ما عيل يطلب حاجه نجري ونعملها له. لا طبعا، لا طبعا، لا نقول له لا ونقول له دي صح ودي غلط والصح نمشيه كده، ده المفروض. يعني حاجه جميله جدا ان انتوا النهارده بتعملوا حاجه جميله ان الاولاد يعتمدوا على نفسهم، والاهالي تبقى توعيه للاهالي ان تعلم اولادها الاعتماد على النفس. ليه ده؟ على الاقل الاولاد لما تكبر وتشد حيلها كده يبقى معتمدين على نفسهم في دراستهم. يعني نسيب يا استاذ عصمت، يعني لما العيل كده يقع ما نجريش عليه ونقوم احنا نوقفه، نسيبه يقف لوحده، صح نسمع عليه بس نسيبه يعتمد على نفسه ويقوم. صح، وما قدرش يقوم بقى احنا نقومه بالصح وبالكلام الكويس وبالفعل الكويس والحاجات الكويسه اللي هي تفيد الاطفال دي، وبكده نربي نشء كويس يطلع. لكن دلوقتي بتبص تلاقي الاطفال كل حاجه الاب والام يعملوها له وما يعتمدوش على نفسهم، فبيكبر ما يعتمدش على نفسه. ما شاء الله عليك يا استاذ عصمت. استاذنك يا غالي، عايز اقول تهنئه خاصه لاستاذتي وزميلتي الجميله الاستاذه عايده مباشر اللي طلعت على المعاش النهارده، ويا ريت كل الناس تشوف الاحتفال بتاعها النهارده يا غاليه، حب ايه للناس المخلصه في عملها، اللي بتمنى كل الموظفين وكل يعملوا اللحظه دي بحب الناس. والاستاذه عايده مباشر من احسن الناس اللي هي قدرت تقدم الرساله بتاعتها على اكمل وجه والناس كلها بتحييها. تحياتي ليكي وليها يا استاذ عصمت. شكرا ليك يا استاذ عصمت، ربنا يخليك. واشكر الاستاذ زكريا والاستاذ احمد مدير نصر على كلامهم الحلو اللي قالوه يا غالي. ربنا يخليك. بتاعك يا غالي ده عمل تواصل بين الشعب المصري والشعب العربي، وخلينا نحب بعض ونتلم حوالين بعض من غير ما نشوف بعض يا غاليه. يعني حاجه جميله جدا، مش حاجات اكل وشرب. ربنا يخليك يا عم عصمت، تسلم. الله يخليك، وكل سنه وانتم طيبين بشهر رمضان الكريم. وانت طيب وبخير. خاصه للاستاذ كل الناس بتوع الشر العقاري يا استاذه غاليه. الله يخليك، تسلم يا استاذ عصمت، شرفتنا. هنرجع للخلطه. احنا حطينا كل التوابل اللي احنا قلناها في الخلطه، الملح والفلفل والبهارات والثوم البودر والبصل البودر والنشا والدقيق ودقيق الرز، ونزلنا عليهم وبيضه واحده، ونزلنا عليهم بالميه لما تبقى عامله زي سلطه الطحينه كده اهي. تحط وايد تقلب لما تبقى عامله كانكم عاملين سلطه الطحينه. بصوا لا هي خفيفه ولا هي تقيله اهي، بس كده. لما الفراخ بقى بتستوي، الفراخ هتستوي لوحدها، هي هتنزل ميتها وبصوا من غير اي ميه، وهتبقى حقيقه وما فيهاش زفره وزي الفل، هتستوي لوحدها. احنا هنفضل معاها لحد دي ما تستوي. انا عامله لكم بقى واحده هي مستويه بنفس الطريقه. بصوا بقى لما تستوي يبقى لحمها متطعم ومستويه واخده الغلاف الاساسي بتاعها وزي الفل. ناخدها بقى كده ونحطها في قلب الخلطه. نقدر نسيبها ساعه ساعتين زي ما تحبوا. مش حابين ان انتوا تسيبوها في قلب الخلطه، هناخد ونبدر ونقلي على طول اهي. ناخد ونبدر على طول. هنا احنا قسمنا، خدنا شويه من الخلطه دي وهي ناشفه، هنقلبها مع شويه دقيق ذره اهو. اجيب بس صينيه. استاذه نشوى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذه نشوى. ازيك يا ست غاليه؟ تسلمي وتعيشي. عامله ايه؟ الحمد لله. النهارده بقول لما العيل يقع ما تجريش تقوميه، سيب العيل كده يبقى عافي ويعتمد على نفسه. ايوه صح، ايوه عندك حق. انا عندي ولد وبنت، ربنا يخليهم لي يا رب بحاجه النبي. يا رب.
يحافظ لي عليهم يا رب. يا رب انا يخليهم والله لك. ست غاليه بتابعك على طول وبحب حلقاتك قوي. تسلمي. اه والله العظيم ربنا يخليك يا ست غاليه. انا كنت عايزه اعرف بس طريقه الكشك والسمين. اتفضلي. يعني اعرف بس طريقتهم وربنا يبارك لك يا ست غاليه يا رب في حاجه النبي. ربنا أهم حاجة يخليكي. تربية ده احنا ما العيال. عندناش ربنا في يخليكي. الدنيا رسالة غير ولادنا نقوم كده ربنا عليهم. يحفظهم يا ست غاليه يا رب. ربنا يحفظهم وايديهم يا رب. يا رب يحافظ لك يا عليهم. رب يا رب يا رب يا ست غاليه في حاجه النبي يا رب. والله تسلمي. انت كلامك وهعمل لك كويس يا ست الكشك غالية. عيني الاتنين. تسلمي لي يا ست غاليه حبيبتي يا ست غاليه. واما ربنا تعملي يخليك يا للعيال رب. الفراخ دي دك الفرخة جوه الخلطة كده. لازم أيوة. تكبسيها. يعني جوه الفرخه. لازم تكبسي الدقيق والحاجات الناشفة دي كده، تكبسي الفرخة أيوة. كبسة جامدة. ايوه ايوه يا ست غاليه. ايوه انا واخده بالي حضرتك. كانت كلها والله بعملها حلوه بقى. تطلع معايا حلوه واحده بناكلها. لا وخلاص. تطلع منك احلى من غالية كمان. ربنا يخليك يا ست غاليه لينا يا رب. ويصلح حال العيال يا رب في حاجه النبي ويخليهم لنا يا رب. ربنا يخليهم لك وتبقى انت ليهم في الدنيا، انت وابوهم سند وحنيه. شكرا ليك. اهو كده. واحنا بنعمل اما نطلع من الخلطه كده، لما نحط كده في الخلطه ونطلعها لازم لما نيجي نرد هنا نكبس عشان ما تفصلش. لما تيجي تتحط في الزيت ما تفصلش. اهي تدكيها كده، تدكوا دكه جامده كده اهو عشان ما تفصلش. يطلع دي لوحدها ودي لوحدها اهي. لازم كده. وممكن كمان تحطوها في التلاجة شويه، يعني قد نص ساعه بعد ده كده تقوم من تمسك اكتر اهي. ست الهام. ست الهام. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا استاذه. ازيك يا مدام غاليه؟ الحمد لله بخير طول ما انتوا بخير. ايوه حسين، انا اول مره اكلمك وسعيده جدا. ربنا يخليكي. تسلمي. ده النهارده احنا بنقول العيال ضي العين. بصي انا بقالي 3 سنين متجوزه ولسه حامل جديد، فادعيلي. ربنا يقومك بالسلامه مجبورة الخاطر. يا رب. ان شاء الله والله. سيبيها على فكرة الله. يا رب يا رب. ان شاء الله تقومي مجبورة الخاطر وزي الفل. لا انا كنت عايزه رقم تليفون حضرتك، ممكن ولا صعب؟ قولي لي عاوزه ايه. قولي لي سامعاكي. عاوزه رقم تليفوني انا؟ ده عيني الاتنين واجيلك في السبوع واغربلك العيل وتقومي كده زي الفل. يا رب يخليكي، ربنا يبارك فيك. ان شاء الله بامر الله. رب بس تقومي بالسلامه، اتصلي عليا وتقومي قلب الف كده سلامه. يا حبيبتي طب اخد رقمك؟ ارجعي للكنترول وهي حبيبه تديك الرقم. ماشي تسلمي لي يا حبيبتي. ربنا كده كل واحده حامل تقوم بالسلامه، وكل واحده متجوزه جديد وفي طريقها تبقى ام كده تقوم كده سلمى غانمه. كده احنا خلصناها اهي. ممكن بقى تحطوها في التلاجة بعد ما خدت الكفر بتاعها ده كده، الوش ده كده، نحطها مثلا في التلاجة شوية ساعة ولا حاجة، وممكن نعملها على طول مش هجرى لها أي حاجة. احنا دلوقتي هغسل ايدي واحط لكم أول واحدة ونشوف هتتحمر ازاي. الزيت بتاع الفراخ المقرمشة ما يبقاش بارد، لأن لو بارد التغليفة اللي بره دي هتقع، ولو سخنه قوي قوي هتتحمر بسرعه وهتبقى لونها مش ذهبي. فلازم الزيت يكون ايه في النص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نعلي كده. بصوا اهو اهي. الدقيق الذره بيخليها زي الفل. سيبكوا بقى من اللي يقول لكم حطوا حاجات ماركه، انتوا فاهمين. الدقيق الذره زي الفل اهو. وهنسيبها اول ما تاخد اللون بتاعها الحلو هنبتدي نطلعها. نشوف هنا الفراخ. بصوا الفراخ هنا نزلت ميتها ازاي. لما نيجي نكمرها ونسويها كده اهي نزلت ميه اهي. لما نيجي نكمرها ونسويها كده ما نحطلهاش ميه، هي هتنزل ميتها وتستوي فيها وهتطعم وتبقى زي الفل اهو.
ولا بقى لا سر ولا دجل ولا حطه شمال ولا يمين، كلها حاجات في البيت، كل بيت فيه الدقيق وفيه النشا وفيه الملح وفيه الفلفل وفيه كل حاجه اهي، وهتطلع جامده وزي الفل، لا تقع ولا اي حاجه خالص اهي، عشان العيال تاكل وتتبسط وما تشتريش حاجه اهي اهي بألف هنا. تطلع بصوا مقرمشه وزي الفل ولسه كمان ما خدتش اللون. انا بس بوريكم قبل ما نطلع الفاصل، هناخد فاصل ونرجع نكون طلعنا الدور ده وحطينا غيره. رجعنا تاني بعد الفاصل، احنا كده خلصنا. ادي الفراخ اهي، ده اخر دور لينا. الحته تنفش وتكبر وتحلو وتبقى زي الفل اهي اهو اهو. الفراخ المقرمشه يا فريده. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا استاذه. اهلا وسهلا حاجه فريده. ازيك يا ست غاليه؟ يا مرحبتين. السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. الله يرحب بيكي. بنسلم على اللي وراء الكاميرات كلهم. ربنا يخليكي. كل سنه وهم طيبين جميعا. وانت طيبه وبخير وصحه وعافيه. يا رب. والاستاذه عصمت واصدقاء البرنامج كلهم. ربنا يخليكي. والحاجات اللي بتعمليها الجميله دي. ربنا يخليكي. ده لسه الاستاذ عصمت مكلمني دلوقتي وقايل لي بصي أيوة. يعني احلى الكلام ناخد منه بقى خبره. ايوه حبيبنا. القلعه أيوة واهلها الكرام. وانت برضه بتتكلمي الكلام الحلو. ربنا يصلح حالك. الكلام الحلو والحاجات الكويسه. قولي لي عندك احفاد ولا عيال ولا ايه؟ ايوه ما شاء الله. عندي احفادي ما شاء الله. ادعي لهم في الابتدائي والاعدادي والثانوي. طب قولي لي اساميهم كده. والاعدادي ربنا يحميهم يا رب يا رب. وربنا ينجح الطلبه كلهم. اللهم امين. اللهم امين يا رب. شرفتينا يا ست الكل. شكرا ليكي. ربنا يملاهم لك بركه. ربنا يملاهم لك بركه. مع الف سلامه. وانت كمان بركه. ده يعني كل واحده عندها احفاد بتبقى بركه بركه بركه. قبل ما اختم بس في موضوع الفراخ دي، عاوزه بصوا الفراخ اهي، يعني لو تسمعوها اهي مقرمشه مقرمشه اهي اهي، والمقادير نزلت على الشاشه. بصوا لا الغطا اللي عليها ده يقع ولا اي حاجه اهي، تطلع مقرمشه وزي الفل اهو. والست الكل بقى الست سعاد بقى بتقول لي يا غاليه انا عاوزه افهم منك انت بتطبخي ازاي بقى وبتتكلمي كتير. ادي يا ست سعاد عدت لك الموضوع كذا مره. هنخش بقى هنعمل طرت. الطرت فيه منه حادق وفيه منه حلو وفيه منه كذا اشكال وكذا نوع، والاطفال والعيال الصغيره يحبوه قوي، وهو كله على بعضه سهل. يعني العيال الصغيره ابنك ولا بنتك يعجنوا وياكل حاجه حلوه وزي الفل. وبعدين يعني احنا كنا دايما نقول مثل، نقول من ادى عيلي بلحه نزلت حلاوتها بطني. يعني لو واحد اي حد ادى عيلك بلحه بس انت هتحس بحلاوتها قبل ما تنزل بطن عيلك. فهنعمل النهارده اكله حلوه برضو للعيال. الطرت ده اسهل طريقه طرت. كوبايتين دقيق، اوريكم بس الكوبايه عشان ما يفرطش ويسيح. كوبايه زي دي اهي، او الكوبايه اللي احنا بنشرب بها الميه اهي، الكوبايه بتاعت الميه. اي كوبايه ميه هتعايري بيها امشي بيها في كل المقادير. كوبايتين دقيق من دي، زيها الدقيق كوبايتين، الزبده كوبايه، السكر نص كوبايه. الدقيق كوبايتين، الزبده كوبايه، السكر نص كوبايه بنفس الكوبايه. يبقى الدقيق 2، السكر نص، الزبده واحده. تمام. ومعانا بيضه واحده بس عشان نلم العجينه، وفانيليا ادام اتوجد البيض لازم يتحط فانيليا. وهنزوقوه بقى بالطريقه اللي تريحكم، كوب جواه مربى، كوب شوكولاته، كوب مهلبيه، اعملوا اللي انتوا عاوزينه. اللي موجود في البيت حطوه في قلبيه. احنا النهارده هنعمله بالكراميل. الكراميل انا عملته الاسبوع اللي فات ولسه عندي منه اهو.
اللي انا عملته هنا يوم ما كنت عامله المهلبيه بالكراميل. كنت طبعا ده بيبقى كميه، لان تحط كوبايتين من السكر صوص الكراميل، كوبايتين من السكر معاه بالظبط نص كوبايه كريمه، معلقه زبده اهو. الكراميل تاني اهو، بصوا الكراميل اهو اهو، بصوا عامل ازاي اهو، ده صوص الكراميل. هنحط كوبايتين من السكر على النار من غير ميه، اول ما يكرملوا هننزل بكوبايه الكريمه وحته الزبده ونرفعه من على النار ونسيبه يبرد، هيبقى كده اهو. بصوا صوص كراميل زي الفل، اعملوه في اي حاجه. عملته هنا وعملت منه المهلبيه، انا عاملاه هنا الحلقه اللي قبل اللي فاتت. هنيجي بقى للطرط، هنجيب له بس بوله كبيره كده. اه عم محمد، احلى تحيه على الناس الغاليه اللي هي. وبعدين انا مش عارف اقول ايه على الحلاوه دي، من فراخ مقرمشه لطرط، طرط بالكراميل كمان. وبعدين انا عندي السكر، ما انت انا زي عارفة حالاتك. معلش بس علشان عيالنا يستقي العليق. ايوه مش بيقول لك عشان الورد يستقي العليق، عشان برضه الورد ينسقي العليق، صحيح. علشان الورد ينسقي العليق. انت عامله ايه؟ وياسين الحمد عامل لله. ايه؟ الحمد واحمد لله عامل ايه؟ كلنا بخير يا عم محمد، والله زي الفل. ومنى وتوته وماما عاملين ايه؟ كويسين، بس اسكت بقى منا. بمناسبه بقى الموضوع اللي انا بتكلم فيه، منا جت ايه مبوزه شويه، فبقول لها مالك؟ قالت لي يا ماما انا عندي مشكله مع واحده صاحبتي. بقول لها ليه؟ قالت لي حصل مثلا موضوع بيني وهي فهمتني غلط، وبعدين هحكي لك الموضوع. حكيت لي الموضوع، لقيت صاحبتها غلطانه. قلت لها طب خلاص بقى، اروح انا طب يا منى اكلمها ولا حاجه، ما احنا جيران برضو. قالت لي لا ما تروحيش، انا هعتمد على نفسي وهواجهها واقول لها ان هي غلطانه، وهعرف انا اتصرف مع صاحبتي. احترمت رايها وسكت. قلت لها خلاص كويس، اعملي اللي انت عاوزاه. كويس اهو. وفرحت قوي قوي بقى يا عم محمد. وحلت المشكله؟ وحلت المشكله. طيب الحمد لله. وقلت لنفسي اكيد هي حلتها احسن مني. اكيد عشان هم فاهمين بعض وعيال زي بعض. انا في بنت اللي هي ملك عنتر، ملوكه اللي كنت مستضيفاها انت مره. ايوه دي بعتت لي اضافه على الفيس، والصراحه بنت عسل. وبتقول لي ازيك يا جد محمد. كلمه جد محمد دي خلتني بقيت مش عارف اروح فين واجي منين. ربنا يديك الصحه ويخلي لك ولاد دعاء، وعقبال ما تجوز احمد. تعيشي. شكرا. ما قاضي العيال اشتكى نفسه يا عم محمد. نعم بقول لك قاضي العيال اشتكى نفسه. امال مين اللي هيشتكيه؟ هو اللي يشتكي نفسه. وسلامي بقى عم عصمت اللي نسينا، وسلامي على عم مرسي، وسلامي على كل الناس اللي هي حبايبنا. وانتي الصراحه جمعتينا في ناس لغايه النهارده احنا مش عارفين نفرق بعضينا، وبنتصل على طول. الشيخ عبد الله بيتصل بيا على طول، يوماتي بيتصل بيا. نفسي اسمع صوته، بكلمه كتير. يا رب يكون بخير. يا رب بخير الحمد لله. وبعدين يعني الصراحه الراجل بيكلمني كتير، وفي ناس كتير برضو من اصدقاء البرنامج. يعني انت الصراحه عملتي. مش انا يا عم محمد، مش انا. انتوا اللي عملتوا البرنامج وانتوا اللي حببتونا في بعض. لا بس بسببك انت وبسبب البرنامج. مش برنامج اكل وشرب، لا. ده تواصل. ده احنا كنا بنطلع مع بعض رحلات. فين الرحلات دي؟ ده انت ايوب البرنامج يا عم محمد، انت ايوب البرنامج. ربنا مديك الصبر على كل حاجه ربنا اداها لك، وقادر تتغلب على كل امراضك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. وسلامي بقى للاعداد كله، وسلامي لمحمد عبد الله، وسلامي لكل اللي موجودين عندك. انا ما اعرفش طبعا اسامي البنات علشان منى بتغير لما باجي اسلم على بنات. والنبي سلم لي على الحاجه منى. الله يسلمك. اما اجي اقول لها عشان الورد يدوب التلج.
اقول لها اما اجي اجيب لك عيله صغيره عندها 30 سنه تخدمك، ولا اجيب لك واحده ست عجوز عندها 40 سنه تخدمك؟ تقول لي لا يا اخويا، انت عايزه تخدمك انت مش تخدمنا انا. ربنا يخليكم لبعض وما يحرمهاش منك يا حاج. تعيشي. شكرا. شرفتنا يا حاج محمد. الطرت بصوا بيبقى ما بنحطلوش اي ميه، نفضل نفرك الزبده والسمنه والسكر على الناشف، الزبده والسمنه والسكر والدقيق لحد لما يبقى عامل زي رمل البحر كده اهو. بصوا زي رمل البحر اهو. وبعد كده وما بيتعجنش، احنا بنفركه فرك، لان لو اتعجن هيعضم. الطرت بالذات وعجاين السابليه لو اتعجن هيعضم، فاحنا نفضل نفركه لحد ما يخش في بعضه كده. ونكسر بقى البيضه دي نلم بيها العجينه بس اهي كده. واحنا بنحط البيضه ما نعجنش، نفدغ، نلم بس كده اهو، نلم اهي. بصوا اهي، نلم لم بس عشان العجينه تخش ببعضها وتطرى اهي. بصوا دي عجينه الطرت، لازم تبقى عجينه ناعمه داخله ببعضيها ملمومه، وتتحط في التلاجة بعد ما تعجنوها بالشكل ده مش اقل من نص ساعه. ليه؟ عشان تتفرد، لازم تتفرد. بعد ما بنعجنها كده بنجيب شويه دقيق صغيرين قوي نلمها بيهم عشان ما تطبعش. دكتوره سلمى. اهلا يا استاذه يا مدام غاليه، ازيك؟ اهلا وسهلا يا دكتوره. ازيك يا ست مياسين؟ تسلمي تسلمي. ازيك عامله ايه؟ كل سنه الحمد لله. وانتم نفسي افتح طيبين يا رب. البرطمان. الله يبارك فيكي. انت اللي هتفيدينا النهارده يا دكتوره. نعم. بقول لحضرتك انت اللي هتفيدينا، قد بابنك صغير تفرح بيه الله كبير. يا حبيبتي. بصي يا ست الكل، انت طبعا بتتكلمي في موضوع تربوي 100%. ايوه. المفروض الابهات والامهات يبقوا اصدقاء لاولادهم، يسمعوا منهم، ما يصدهمش. تمام. حتى لو الولد او البنت بيقولوا كلام صعب او تمام. كلام الاهل مش متقبلاه، لازم يتقبله ويقعد يسمع لابنه، لان هو الوحيد مصدر المعرفه ومصدر الحنيه، ولازم يديله حقه علشان الولد او البنت ما يلجأوش لحد بره يدلهم غلط او يوجههم غلط. فنسمع ونشوف وندي النصيحه. يعني يا دكتوره ما نهاجمش العيل واقول له ده انا هقطع رقبتك، ده انا هكسر رقبتك. لا يا ماما، ده غلط، ده غير تربوي بالمره. تديله فرصته يعبر عن نفسه. امال احنا قبل كده مش اتكلمنا عن ازاي نسيبه شخصيته تبقى قويه وكويسه؟ تمام. من خلالك برضو من برنامجك. ايوه. تديله فرصه يعبر، او البنت تعبر عن نفسها، اسمعيها كويس. حتى قلت لك لو الكلام مش عاجبنا لازم نسمع، لان الزمن دلوقتي بقى يعني فوق مستوى الطفل الصغير. طب قولي لي يا دكتوره راي حضرتك في اللي بتتخانق مع جوزها قدام عيالها؟ اللي بتتخانق مع جوزها قدام عيالها اولا غلط، تربويا غلط. لو في اي مشكله بينها وبينه، ما هو هيتلموا مع بعض في في اي وقت من اليوم هيكونوا في اوضه مع نفسهم. تمام. لازم يكون النقاش بينهم وبين بعض بعيد عن الاولاد، ولازم يكون بصوت هادي، مش كل مصر تسمع الكلام اللي داير بينه وبينه. لازم يبقى بيننا وبين بعض وعلى الهادي، لان ده بيأثر على نفسيه الولاد جدا. الله ينور عليك يا دكتور. انا لو ابني او بنتي سمعت الكلام، ما سمعتش، هسيبها تاخد التجربه بنفسها، لان ما فيش حد تستكون عنده الخبره الا اذا مارسها بنفسه. الطفل الصغير لما بيبدا يمشي مش بيمشي مره واحده، بيحدث وبعدين يمشي حبه ويقع ويقوم وهكذا. فاحنا كبشر بنتعلم من اخطائنا، يعني نخوض التجارب والمواقف بنفسنا ونستمد خبرتنا بشكل ذاتي، مش كله كلام شفوي الام بتقوله والاب بيقوله، لا. وبرده عيني عليهم على اساس لو الولد انحرف شمال ولا يمين يبقى انا بعدل المسار بتاعه. عارفه يا دكتوره، اسم الله عليكي وعلى مقامك العالي، العلم نور. كلام الحلو المسكر اللي قلتيه ده هيخلي غاليه تقعد بقيه الحلقه ساكته ما تفتحش بقها. يا عمري يا حياتي، الله يسعدك، الله يبارك لك. تسلمي لنا وتعيشي يا دكتوره.
ربنا يديك الصحه، ربنا يخلي لك ولادك واحفادك وينور لك عينك. شكرا ليك يا دكتوره. هنرجع لعجينه الطرط اهي، عجناها لميناها. لما نيجي نلمها ما نلمهاش كده، بنعملها زي الكرة كده وتبقى عجينه. بصوا ناعمه، عجينه ما فيهاش عرق. بصوا ما فيهاش عرق، عجينه الطرط ما فيهاش عرق، عجينه ملمومه ناعمه بالشكل ده. ولما نيجي نلمها كده اهي، يا اما نعملها كرة كده اهي ونحطها في كيس ونحطها في التلاجة. بعد نص ساعة بقى هتكون الزبدة فيها جمدت، هنفردها. هنجيب النشابة ونفرد كيس على الطبلية أو على الرخامة اللي أنت بتشتغلي عليها، ونروح حاطينها وكيس تاني من فوقيها وبالنشابة ونفرد. وبعد ما نفردها ما بين الكيسين نروح جايبين صينية زي دي ونروح شايلين أول كيس ونروح حاطينها ونشيل الكيس التاني ونسويها على قد الصينية. بس كده هتبقى بالشكل ده. هوريكم بقى لما هتستوي. ادي العجينه الطرط اهي، هنحطها في كيس ونحطها في التلاجة. لما هتستوي بقى هيبقى ده شكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هيبقى ده شكلها لما هتستوي. ممكن تقب، عشان ما تقبش هنخرمها بالشوكه زي ما بنخرم القرص، يا اما نحط لها تقال. التقال اللي هي هنقطع ورقه زبده على قدها ونحط فوقيها فول او لوبيا او اي حاجه من الحاجات الناشفه عشان ما تقبش. لو مش عاوزين تعملوا الموضوع ده ومفيش ورق زبده ومفيش عندك فول ولا اي حاجه تحطيها فوقيها، خرميها زي بالشوكه كده فمش هتقب، لانه الطرط ما بيقبش. في الفرن 10 دقايق بالظبط، كانك بتسوي غريبه زي تسويه الغريبه. 10 دقايق بالظبط. واللي عنده فرن بالعداد يظبط 10 دقايق، اللي عنده فرن بوتاجاز زي حالتي كده يخليه ناره هاديه ويسيبها 10 دقايق ويطلعها في فرن البوتاجاز. بس كده. هناخد فاصل ونرجع بقى نحشيه. فاصل وراجعين. رجعنا تاني بعد الفاصل. وادي الطرط بعد ما هيطلع من الفرن زي ما قلنا هو 10 دقايق، سواء في فرن البوتاجاز ولا في الفرن ابو عداد. فرن زي اللي ورايا بتاعي ده ما ينفعش فيه، لان ده بيعوز نار هاديه خالص. هنحط بقى عليه الكراميل، مش هنحط كتير يعني عشان ما يبقاش ايه زاعق قوي اهو. وانا بقى بزوقه كده. عاوزين نقول بقى ايه، كل حبايبنا اللي بيكتبوا لنا على الصفحه زعلانين ان احنا مش بنقول اساميهم، هنقول على قد ما نقدر. ببعت تحياتي لايمي ايهاب وبقول لها يا ايمي ربنا كده ينجحك وتبقي بنوته زي القمر وتعتمدي على نفسك. والست ام اسلام بتبعت اهداء لحفيدتها كارما، بنقول لها ربنا يخليها لك وتشوفيها عروسه اهو اهو. ومحمد جمعه ومنال سعيد وايات من النور، يعني هنقول اسم وشهد وحسن وكل حبايبنا. واللي مش هقدر اقول اسمه هقول له معلش سامح غالي اهو اهو. وانا بعد الحلقه بقعد ارد على قد ما اقدر واحده واحده، يعني احنا ما شاء الله بيجي لنا كومنتات كتير قوي بسم الله ما شاء الله، وعاوزه اكتر من كده. هرد عليكم كلكم ربنا يزيد اهو. وكل واحده هحاول ارد عليها على قد ما اقدر. اللي يحب الكراميل يحط كراميل عشان الاطفال، اللي ما يحبش حطوا شوكولاته، حطوا اي حاجه تحبوها اهو. يا استاذ محمد. الو، ازي حضرتك يا استاذه غاليه؟ اهلا يا استاذ محمد. ازي حضرتك يا فندم؟ والله انا متابع حضرتك في البرنامج، يعني الصراحه حاجه رائعه يعني الصراحه يعني. ربنا يديك الصحه معاك ولاد. ربنا يكرمك كده ونشوفك كده احسن الناس باذن ربنا. ده انا اللي نفسي اشوف كل حبايبي وولاد كل حبايبي احسن الناس. ربنا يخليك. انا برضو بنغني شعبي كده وكنا نفسنا نطلع مع حضرتك في حلقه ان شاء الله في البرنامج. تيجي تشرف وتنور على راس غاليه من فوق. ربنا يخليك يا استاذ غاليه، ربنا يخليك. تسلمي. شفت الحلقه بتاعت الفرقه اللي هي بتاعت تيمونيستا؟ احنا بقى اسمنا مدافع شبرا، ويعني برضو مهرجانات. مهرجانات، بس حاجه هتعجبك يعني. يلا ان شاء الله. سيب رقمك عندي في الكنترول.
بتقولوا اكسترا كلام يعني. احنا بتقولوا آه، كلام حلو لا، لا. كده موزون. لا، بنقول كلام حلو موضوع، ما بنقولش اي حاجه خارجه ولا اي حاجه. طيب ونفسنا يلا. يعني اننا نكون يعني عند حضرتك في حلقه في البرنامج يعني. طب تعالى تيجي وتشرف على راسي من فوق. ربنا يخليك، قد الدنيا، كفايه ذوقك واحترامك. الله يخليك، سيب رقمك في الكنترول وتيجي تشرفنا. خلاص ماشي، شكرا استغالي. مع الف سلامه. هنزوقوه بقى باي حاجه تحبوه زي الاسكندرانيه، هنزوقوه اهو. انا حطيت كيوي عشان الكيوي كله حديد وحلو قوي قوي للاطفال اهو. هاجي في النص بقى كده واحطوا بقى شويه مثلا كملوا انتوا فراوله، كملوا موز، كملوا مثلا سوداني زي ده كده في النص اهو فوق الكراميل. سوداني، اي حاجه بسيطه موجوده عندكم حطوها اهو. التارت ده هنعمل منه الفتره الجايه للاطفال حاجات كتير. في تارت حادق هنعمله للاطفال، وفي حاجات كتير للاطفال حلوه قوي، بمناسبه بقى ان احنا الاسبوع ده كله بناخد بالنا من عيالنا اهو. بس كده هنحط له بقى واحده كريس كده حلوه اهو. بس ادي تارت بالكراميل اهو. يعني العيال لحد 4 سنين بلاش تاكلوهم فول سوداني عشان خاطر بيقف في زورهم. العيل ما بيعرفش يبلع كويس، بيشحر كده، فخلوا بالكم من الموضوع ده. ادي التارت اللي بالكراميل، الف هنا وشفا. هطفي على الفرخه، بس كنت عاوزه اوريها لكم ازاي هي استوت من غير ميه اهي. ولحد دلوقتي لسه بتبك في ميه اهي، لسه بتبك في ميه اهي. حطلناش ميه خالص، هتستوي وتتكمر كده في قلب بعضيها وتاخد الريق الحلو وما يبقاش فيها زفاره وتقلها وتتقرمش، تبقى زي الفل، ما تطلعش ولا نيه ولا حاجه. بس كده اهو. هقول لكم بقى الكريم كراميل تاني عشان جانا عليه برضو اسئله كتير. الكريم كراميل عشان يطلع حلو لازم تعملوه من غير ميه. هو مدارس وياما ناس بتحط فيه ميه، بس احنا مش بتحطوش فيه ميه خالص. كوبايتين سكر هنحطهم في طاسه على النار، على نار واطيه، هيسيحوا يتكرملوا يبقى لونهم كده زي الفضه. اول ما يسيحوا كده ويبقى لونهم كده زي الفضه، ما يبقاش غامق عشان ما يمررش، هنروح جايبين نص علبه، نص كوبايه كريمه، نص كوبايه كريمه، ونروح شايلينهم من على النار، شايلين السكر بعد ما اتكرمل بره عشان بيفور، ما تتلسعوش، بعيد عن النار، وتروحوا حاطين الكريمه ومقلبين بعيد عن النار لحد لما تسيح وتلف في بعضيها. وبعد كده بنحط لها معلقه زبده، ده اذا حبيتوا طعمها يبقى زي التوفي، يبقى زي التوفي كده وحلو. مش عاوزين حته الزبده بلاش، وتسيبوه يبرد هيتخن ويبقى كده. لو ما عملش عرق كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، العرق الطويل ده كده وقطع، يبقى هيسيب، هيرجع يبقى عامل زي العسل الاسود. لازم يبقى فيه عرق كده اهو. بصوا العرق ما يقطعش منه، لان لو قطع يبقى زي العسل الاسود بالظبط. يبقى ينجح لما تعملوا المعلقه كده بس. يا جماله بقى اللي عندها حته قشطه، الفلاحين، لو عندك حته قشطه حطيها بدل الكريمه، تبقى فله وطعمه يبقى حلو جدا. اللي ما عندوش لا ده ولا ده، كفايه حته الزبده مع شقشاق لبن صغير، في بدايل. وفي الكريمه كمان في السوبر ماركت، يعني الكريمه ما هي موجوده في السوبر ماركت كتير. اللي ما عندهاش كريمه ومش قادره تجيب من السوبر ماركت وعندها معلقتين قشطه، حطيهم. ما عندكيش معلقتين قشطه، حطي حته الزبده ومعاها فنجان لبن من بتاع القهوه، هيعمل لك برده كريم كراميل زي الفل. بس احنا كده هنخش بقى كده، هنعمل حاجه حلوه للاطفال، مشروب حلو كده. هنعمل زبادي بالفاكهه لكل الاطفال الامارات الحلوين. هناخد فاصل ونرجع نعمل لهم بقى شاش كده. رجعنا تاني بعد الفاصل. هنعمل بقى زبادي بالفاكهه. انا النهارده هعمل خوخ، ممكن تحطوا فراوله، تحطوا موز، تحطوا اللي انتوا عاوزين تحطوه
انا جبت خوخ، لقيت الخوخ حلو كده. الخوخ تجيبوه وتغسلوه كويس وتنقعوه في شويه ميه وتبتدوا تشتغلوا منه اهو. ده بيبقى جميل. كل اي حبايه فاكهه تحبوها حطوها للعيال اهو. وجاي ان شاء الله رمضان وهنعمل الزبادي كمان في البيت بالفاكهه، وهنعمل حاجات كتير تقدروا برضو تستخدموها في الحاجات دي اهو. كده كده كده. طول الاسبوع بقى هنتكلم عن الحاجات اللي احنا بنعملها بدون قصد. وبعدين احنا النهارده اتكلمنا ازاي العيل ما يبقاش خواف، وازاي تقدروا ان انت تقفي تخليه يعتمد على نفسه. فطول الاسبوع بقى هنتكلم عن الحاجات اللي احنا بنعملها من غير قصد وما بناخدش بالنا منها. بس كده حلوين كده. نيني يا ست ديدي. ايوه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبتي؟ تسلمي. بصي يا اختي، اتفضلي. انا 20 سنه مدرسه اطفال في مدرسه اجنبي من 3:30 ل 4. الاطفال كان كل يوم الصبح يجوا يقلدوا ابوهم وامهم بالخناق والبهدله، وانا لما اناقش الاب والام كنت ازعل قوي منهم. نعمل ايه في الموضوع ده بقى؟ يعني لازم الام والاب يراعوا نفسهم، بيقلدوا بابا وماما الصبح عندي من غير ما انا اقول لهم، هم يصبحوا يقولوا الكلام ده كله. فانا طبعا مش عارفه اقول للاب انا سبت المدرسه، اعصابي تعبت من الاطفال. الطفل عنده 4 سنين امه تعلق له المفتاح يفتح باب الشقه عشان يعمل الاكل. الاطفال دول معذبين والله العظيم، يعني يرحموا الاطفال شويه. الله يخليك. انا هقول لك اغنيه حلوه اهي، يلا هقول لك الاغنيه الاطفال. قولي. اتفضلي اتفضلي. هنا مقص وهنا مقص، هنا عرايس بتترص، شعرهم داني داني، لفيته على حصاني، حصاني في الخزانه، الخزانه عايزه سلم، والسلم عند النجار، والنجار عايز مسمار، والمسمار عند الحداد، والحداد عايز سلم، والسلم عند السلطان، والسلطان نايم ما يقوم خلاص. الله اكبر عليكي. السلطان نايم ما عملش حاجه، مش هيعمل حاجه للي عايز المفتاح ولا عايز حاجه. ده انا مدرسه اطفال في مدرسه الليسيه ومتربيه فيها، بس كانت تربيه بقى مختلفه يا ست غاليه. وعايزه اجيلك واعمل لك فستان حلو وانا واقفه على الهوا. ربنا يخليكي، شكرا ليكي. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. والاغنيه دي حلوه قوي، ده احنا بنغنيها من زمان قوي. هنعمل كده. يعني أنا عاوزة أقول حاجة بس، إحنا ما شاء الله لسه الأمهات المصرية بتطلع أجيال ولسه بتربي، وعيالنا بسم الله ما شاء الله تفرح القلب. فحتى يعني لو عملنا حاجة ما خدناش بالنا منها هنتكلم عليها بقية الأسبوع. أدي الزبادي أهو بالخوخ. والأم العربية كمان يعني ما فيش أحسن منها، بتربي بقى تربية الله يعينها. أهو. اللي مش حابب الخوخ حطوا اي نوع فاكهه تحبوه مع الزبادي والعسل، او زبادي وسكر زي ما تحبوا. وده حلو يرطب كده بالليل على قلب العيال، والعيال اللي لسه مفطومه. لما يكون عندك عيل هيتفطم اديله فاكهه جاي الصيف، وفاكهه الصيف كتير، ادوا العيل فاكهه على قد ما تقدروا. الامهات اللي كانت بترضع وبتفطم ادوا العيال من الزبادي ده، زبادي بالفاكهه يرطب على قلبهم ويخلوهم زي الفل. بكره بقى ان شاء الله، معلش سامحوني، بكره عندنا حلقه مسجله مش هنبقى هوا عشان حبايبنا اللي بيحبوا يتصلوا بينا، معلش سامحوا غاليه شويه، هتتعدل ان شاء الله. النهارده عملنا طرت بالكراميل. عجينه الطرت سهله وبسيطه زي ما احنا شفنا كده، وتقدروا تشكلوها بالطريقه اللي تريحكم. وعملنا الفراخ المقرمشه، وعملنا الزبادي. الطرت، عجينه الطرت سكر، لو كوبايتين سكر يبقى كوبايه زبده يبقى نص سكر، لو كوبايتين انا اسفه دقيق كوبايتين دقيق
كوبايه دقيق، كوبايه زبده، نص سكر، مفيش ميه فيه نهائي. ما يتعجنش، يتفدغ، يتلم كده زي رمل البحر، يتحط نص ساعه في الثلاجه، يتفرد على ورقه بلاستيك، يتحط في الصينيه 10 دقائق في الفرن، يطلع بالشكل ده. اشوفكم ان شاء الله بعد بكره على خير، وان شاء الله نتجمع على خير يوم الاثنين ان شاء الله. بس بكره في حلقه بس مسجله. اشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين على 3 خير وسلام. يوم الثلاث ان شاء الله، مع الف سلامه. الأكلة الشعبية بترد الروح ومغذية.